السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا أصحابي. رجعت لكم تاني بالجزء الرابع من ملخص حكاية بطلنا زاها. أنا عارف إن أنا اتأخرت عليكم، ولكن زي ما قلت في آخر الفيديو اللي فات إن نظام القناة هيكون فيديو من ملخص حكاية زاها وفيديو من ملخص حكاية تاي. ولو ما كنتوش شفتوا الأجزاء اللي فاتت هتلاقوها في الأي اللي فوق دي، شوفوها قبل ما تشوفوا الفيديو ده. أسيبكم مع الفيديو. نكون وقفنا في الجزء اللي فات بعد ما زاها فلق نيونج نصين بالسيف بعد ما حاول يهرب منه، ويكون سونج طول الفتره دي مستخبي وسط الحشود بيراقب القتال ويبقى مندهش من قوه زاها الخياليه. ويبدا زاها يكلم اتباع تشو سام: انتوا ولعتوا في بيتي، جه الوقت انكم تدفعوا الثمن. يكونوا خايفين جدا من زاها وبيتاسفوا له، ولكن هنا بيتدخل سونج عشان يلحق الموقف ويقول: هم ولعوا فيه بس يا سيد الناس عشان ريحته كانت وحشه جدا، لكنه صرف صحي. ده انا لما شميت ريحته الصبح كنت ناوي اولع في نفسي. والناس اللي واقفه كلهم يوافقوا سونج على كلامه ويقولوا فعلا ده كان ريحته بشعه جدا. يتكسف هنا زها جدا ويحس بخجل من نفسه ويقول لهم معرفش ليه كان كده، يمكن حد قضى حاجته وسابها جوه ولا حاجه. ويكون متغاظ جدا من سونج عشان فضحه وبيقول انه هينتقم منه. ويقول له: طب بقول لك ايه يا سونج، انت والرجاله الحلوه دي اللي هتبنوا المنزل من الاول تاني ويرجع لي اكنه جديد بالظبط. سونج يقول له: الله وانا مالي يا لمبي. يبص له زها بغضب جدا وواضح اني كنت طيب زياده عن اللزوم الايام اللي فاتت. هنا سونج يبقى متيقن ان لو ما بناش البيت تاني زي ما زها عاوز هيسوي وشه بالاسفلت، فيقول له: حس كده بقى، سيبني اتعامل. بطلنا يقول له: عاوزك تعمل لي فيها كمان مكان للتدريب، وانت بتبني ابحث لي عن اشخاص موهوبين عشان ابدا في تكوين الطائفه. سونج يقول لبطلنا: وناوي تسمي ايه الطائفه دي؟ بطلنا يقول له: هيبقى اسمها هاو مون. وبيقول بطلنا لنفسه: هاو مون ده كان اسم اول منظمه انشاتها في حياتي السابقه. ويتنقل بينا المشهد لنزل بلو بلوسوم، ويكون بطلنا بيتامل في احد الغرف، والناحيه الثانيه يكون سونج بيبني النزل من جديد بعد ما ولع بسبب تشو سامب واتباعه. وواضح كده ان زها خلاص بقى يتحكم في الحانات الثلاثه بتاعت الاخوه تشو. يجي سونج لزها ويقول له: احنا عندنا ضيفين من اتحاد القط الاسود في النزل، احنا كنا زمان بنعاملهم كويس جدا لما كان النزل ملك للاخوه تشو، عاوزنا نعمل ايه معاهم دلوقتي؟ يقول له زها: ما تعملش حاجه، انا هنزل لهم بنفسي. فيقول له سونج: اغزي الشيطان يا باش، انت لسه ما عملتش طائفتك، مش ناقصين مشاكل. زها قال له: ما تخافش ما تخافش، انا هتعامل. هم غالبا هيعدوا موضوع قتل الاخوه تشو في مقابل اني اكمل دفع المستحقات ليهم اللي كان بيدفعها الاخوه تشو قبل كده، وهيحاولوا يضموني للاتحاد. ويكون سونج خايف جدا منهم ويقول لزها: بس انت مش هتنضم وكده هيموتونا واحنا مش قد الاتحاد. يقول له زها وهو واثق جدا: ما تخافش يا سونج، هم مش هيقتلوا اي حد قبل ما يقتلوني انا، وانا لن اموت. يخش زها على عضوين اتحاد القط الاسود ويقعد قدامهم ويبداوا يعرفوا عن نفسهم. الطويل الرفيع يقول: انا جيون بانج من المكتب التابع لقمه الذهب في اتحاد القط الاسود. اما الشخص الطويل القصير يقول: انا هان جو من مكتب قمه الذهب. يكون زها ما سمعش عنهم قبل كده في طبق اليوم. يبدا بانج يقول: سمعت انك قتلت الاخوه تشو، صحيح الكلام ده؟ زها يقول له: فعلا دي الحقيقه، انت شكلك نبيه قوي. يتصدم الاثنين جدا من صراحه بطلنا. يكمل بطلنا كلامه: ليه بتسالوا، انتوا ليكم علاقه بيهم؟ بس لا، انتوا القابكم مختلفه عنهم. يكون الاثنين ساكتين ومش عارفين يردوا. يكونوا الاثنين ساكتين ومتفاجئين جدا من ثقه وهدوء زها. يقول لهم زها: القطه كلت لسانكم. جاوب اعضاء القط الاسود على زها: احنا كنا منحنا الاذن للاخوه تشو انهم ينشئوا طائفه هنا في المقاطعه، لكنك للاسف قتلتهم قبل ما ينشئوها، ولو احنا بلغنا اتحاد القط الاسود باللي حصل الموضوع مش هيكون بسيط. يرد بطلنا: فاهمك، انت بتقول ان اكمل دفع الاموال ليكم زي ما كان الاخوه تشو بيدفعوا عشان تتكتموا على الموضوع، صحيح؟ يقول جيون لبطلنا وهو بياخد نفسه: واضح انك فاهم ومش هتتعبنا. يطلب زها من احد الخادمات انها تجيب بعض المأكولات والمشروبات للضيوف. يكمل اعضاء الاتحاد كلامهم: شكرا على الضيافه، لكن اتمنى نوصل لموافقه واضحه قبل ما نمشي. يمطل بطلنا ويقول: طب ما نتعشى الاول، ناكل لقمه يبقى عيش وملح. يتعصب هان ويخبط بايده على المكتب ويقول له: احنا زهقنا منك، انت فاكر انك هتفلت بفعلتك دي؟ بطلنا يقول له وهو بيهدده: انت عاوز تجرب تقتلني بايديك دي؟ يخاف اعضاء الاتحاد ويقولوا في نفسهم: هو جايب الثقه دي منين؟ هو في حد بيعتمد عليه؟ يكمل بطلنا: خلوني اسالكم على حاجه، تعتقدوا ان اتحاد القط الاسود يقدر يجي لحد هنا وينقذكم بدون حدوث اي شيء؟ ويكون جيون وهان مندهشين من كلام زها ويكون الخوف بدا يتمكن منهم. يكمل بطلنا كلامه: فكروا في الموضوع كويس، انا لو كنت خايف من اتحاد القط الاسود ما كنتش هقتل الاخوه تشو من الاصل، لكن اكيد قوتكم انتوا تفوق قوه الاخوه تشو الثلاثه الضعاف، فليه انتوا بقى ما تاخدوش قراركم قبل ما تيجي الانسه بالضيافه؟ انا مش باقي على اي حاجه، هقتلكم انتوا الاثنين حتى الموت. في اللحظه دي تخش الخادمه بالعشاء والمشروبات ويكون جيون وهان مترددين جدا ومش عارفين يقولوا ايه، وزها قاعد مكانه بكل هدوء وباصص لهم في عينهم مستني اللحظه اللي هيهجم عليهم فيها. واول ما تخش البنت الاعضاء يقولوا هم مبتسمين وبيحاولوا يخفوا خوفهم: ما تقلقش يا زها، احنا هنتاكد من توصيل كلام طيب عنك لاتحاد القط الاسود، وبصراحه كده كويس انك خلصت على الاخوه تشو الملعين دول، احنا كده كده ما كناش طايقينهم. ويضحكوا هم الثلاثه اكتر ضحكات منافقه في الكون. واول ما يخرجوا من النزل ياخدوا ديلهم في اسنانهم ويفلقوا، ويكون زها ما قتلهمش عشان ما يكونش في حجه لطائفه القط الاسود انها تهجم عليه. والطائفه كده كده مش مهتمه مين يحكم المدينه، اهم حاجه يكون شخص بيطيعه. وبطلنا يقول لنفسه: الشخص
الشخص الوحيد اللي انا خايف دلوقتي منه هو سيد الاثنى عشر كف السماويه. السفاح ده ما ينفعش اجذب انتباهه في الوقت الحالي ابدا، وبطلنا يكون متجه لمكان اقامته عشان يتدرب، ويقول لسونج من دلوقتي انت مسؤول عن الطائفه في غيابي، لكن لو اسأت استخدام منصبك اعتبر نفسك ميت. ويبارك له زها وهو ماشي، ويكون سونج متضايق جدا من المنصب اللي اتفرض عليه، بل وكمان في تهديد لحياته. يعدي بعض الوقت ونشوف زها متجمع مع زعيم الحدادين في مطعم. يكون زعيم الحدادين مش مصدق ان زها لوحده قضى على الاخوه الثلاثه تشو. ياكد له زها انه فعلا خلص عليهم، ويطمنه انه ما يقلقش من طائفه القط الاسود وان هو هيتعامل معاهم. يكون الزعيم معجب ببطلنا وانه بيواجه كل ده لوحده عشان يحمي الناس اللي في المدينه، بل وكمان بينجح. ويقول له الزعيم حس كده بقى الاكل ده على حسابك. يقول له زها بقى هتخلي فتى مهمات تعبان يعزمك؟ يقول له فتى مهمات ايه بس؟ ما خلاص يا معلم اللي علي انت زعيم طائفه دلوقتي. يكون عامل المطعم سمع الكلام من بعيد، فيسال زها عن ايه قصه الطائفه بتاعته دي. فيقول له زها على فكره انت كمان انضمت لها، اي حد عرفه بقى جزء منها، وعشان كده لازم تقدم الاكل ببلاش لزعيم الطائفه بتاعتك. لص خسيس محتال زها ده، ويحط له عامل النزل الاكل وهو حاسس بالاستغلال. في اللحظه دي يخش شخص ملثم المطعم ويقول لزها اخرج لي الان، ويقفوا قدام بعض امام النزل ويقول للشخص الملثم لزها انا سمعت انك قتلت تشو سيوك، صحيح الكلام ده؟ زها يعمل عبيط ويقول انا حاسس اني سمعت الاسم قبل كده، فكرني بس مين ده. يشيل الشخص ده الوشاح من على وشه ويقول له انا وو من اتحاد القط الاسود. يكون وو ده واتباعه هاجموا زها قبل كده في حياته السابقه لكنه قتلهم، ويسالوا وو انت قتلته ليه؟ يقول له زها عشان اولع في بيتي. فيرد عليه وو هو فعلا سبب وجيه، لكن للاسف لازم اقتلك دلوقتي، ما قداميش حل تاني. زها يقول له بجد هتقتلني؟ ما اعتقدش ان هيحدث الكثير، زي شعرك كده اللي مش موجود. ويكون الراجل ده اصلع يا حبه عيني، وزها بيتنمر عليه. يتعصب جدا وو غالبا بسبب ان زها قال له يصلع، ويتوعد لزها بالقتل، ويتنقل في ثواني امام زها ويهجم عليه بسيفه. لكن زها يتفادى الهجوم ويستغل الجو الممطر ويضرب الارض بقدمه عشان يطلع طين في وجه وو ويحجب عنه الرؤيه. ويكون زها عارف انهم اتنين اخوات بيخلصوا كل المهمات مع بعض، وبيكون متاكد ان اخو وو مختبئ، ويكمل وو الهجوم على زها ولكن بلا فائده، ما يلمسهوش حتى. ويجي سونج مساعد بطلنا عشان يساعده، لكن بطلنا يقول له خلي بالك عشان العدو ده قوي، وكمان في واحد تاني مستخبي. وفي اللحظه دي يظهر اخو وو فعلا من اعلى منزل، ويكون معاه سيفين وشكله قوي هو كمان. يقول سونج شكلهم اقوياء جدا، ويقول وو لزها انت كنت على علم اني مش لوحدي صحيح؟ ويحذر وو اخوه ان زها بيكون سيد فنون قتال لكن بيخبي قوته. ويبدا الاخوين في الهجوم معا في نفس الوقت على زها، لكن يقفوا مكانهم فجاه لما سونج ينضم للقتال. وسونج يعصب الاخ وو بانه يقول له انا هموتك يصلع دلوقتي. فيغضب جدا وو ويهجم على سونج ويكون قوي جدا، لكن سونج بيتصدى لهجماته بالسيف، لكنه بيتحدف بعيد بسبب قوه ضربه وو لكن زها يلاحظ ان سونج بيمثل وعامل نفسه ميت عشان ما يكملش قتال، ويقول له قوم يا معلم انا مش عبيط. يقوم سونج ومتضايق ان ملابسه اتوسخت لما وقع. ندل جدا سونج ده، معرفش ليه زها واخده مساعد ليه. سونج يقول دي كانت خطه يا زعيم، انا كنت بعمل كده عشان يعتقدوا اني مت، ولما يقربوا هوب اقتلهم في ثانيه. يا سلام اما خدعه. ويكون الاخوين من طائفه القط الاسود متعصبين جدا ان زها وسونج مستخفين بيهم، ويشاور سونج على وو ويقول لزها بص الاصلع ده خايف ازاي. تفتكر ان المطر بيرقص على دماغه عشان هو اصلع؟ ما يقدرش وو يتملك اعصابه اكتر من كده، ويهجم على سونج بسيفه في لمح البصر، لكن زها يتصدى لهجمته، ويفضل وو يكمل هجوم لكن بدون فائده. زها فعلا اصبح سيد فنون قتال. ويكون الاخوين وسونج مصدومين من قوه زها وانه بيبتسم واضح انه مستمتع بالقتال. هنا يبدا زها يسحب سيفه، ويكون جسمه وسيفه محاطين بالهاله، ويفكرنا بزها القديم قبل ما يموت في حياته السابقه، وتبقى التقنيه دي اسمها كي السيف. ويبص الاخوين لبعض ويهجموا على زها في نفس الوقت من اتجاهين مختلفين، وواضح ان عندهم خطه، لكن زها يكون جاهز ليهم، وبتلويحه واحده من سيفه وفي لمح البصر يضربهم بسيفه ويقع الاثنين ميتين في نفس اللحظه، وبعدين يسيبهم ويمشي تحت المطر غرقانين في دمائهم. وبيتنقل بينا المشهد لزها وهو في حوض الاستحمام، وفجاه يخش عليه اتنين ويكونوا اصحاب بيوت مشبوهه هو بالفعل عارفهم، ويهجموا عليه اثناء ما هو بيستحمى، ويكونوا مستغلين ان مش هيكون معاه اسلحه اثناء الاستحمام، لكنه بكل ذكاء يقلب حوض الاستحمام عليهم ويهجم عليهم هما الاثنين مع بعض ويقذفهم خارج المكان بايديه فقط. وبيكون شاكك ان سونج هو اللي بعتهم عشان يهاجموه، ما هو سونج ده برضه ملوش امان في الاخر. فيسال احد العمال هو سونج فين، لكنه ما يعرفش، ويقول بطلنا سواء سونج او غيره ايا كان اللي هيظهر مخالبه في وشي هيتم سحقه، وبيكون بيتوعد للي كان السبب حتى لو كان سونج. ويسمع زها صوت سونج ويكون بيهدد شخص ويقول له تعالى ايها الوغد ارني ما لديك. يجري بطلنا ناحيه صوت سونج ويكون في جثث طول ما هو ماشي. يوصل زها لسونج ويلاقيه محاط بعدد من الاشخاص وعايزين يقتلوه، ويكون سونج واضح عليه التعب من القتال ووشه مليء بالدماء وكمان سيفه مكسور. ويندهش بطلنا ان سونج لسه عايش بعد كل ده، ويطلب سونج من زها انه يلحقه ويساعده. يلف الاشخاص اللي كانوا محاوطين سونج البطلنا ويهاجموه فجاه، لكن يكونوا فاكرينه ان هو لسه فتى مهمات من نزل، مش عارفين انه وصل لمستوى سيد فنون قتال. وبطلنا يبدا يهجم عليهم بايديه فقط، يقضي عليهم
عليهم في لحظه واحده وما يبقوش قادرين حتى يقفوا. وسونج يكون بيشتم فيهم وهم فاقدين الوعي ويقول لهم مش انا اللي يتاكل لحمي او غاد. ويقول سونج لزاها انت جيت يا زعيم عشان تنقذني؟ زاها يعني يدمر كل احلامه ويقول له لا انا لو كنت شفتك الاول كنت قتلتك انا، انت محظوظ ان الناس دي هجمتك قبليه. يكون سونج يا حبه عيني مش فاهم ليه زاها عايز يقتله. زاها يقول له انا كنت فاكرك انت اللي بعت الناس يقتلوني، بس لما شفتهم بيهاجموك تيقنت انك مالكش ذنب. يكمل زاها ويقول دول ما كانوش من اتحاد القط الاسود، كام شخص كمان لازم اقتل من المقاطعه عشان يبطلوا يقللوا من شأني، واني ما بقتش فتى مهمات اللي كنت عليه. يقول له سونج وهو بيتاسف انا هاخد كل الاحتياطات عشان الموضوع ده ما يحصلش تاني. ويعدي شهر على الحادث ده ونشوف زاها وسونج واقفين قدام نزل زاها اللي بيتم اعاده بنائه. يقول زاها لسونج ده كل اللي عملته في 30 يوم كاملين؟ يقول له كل ده ايه يا معلم، اعاده البناء هتاخد سنه على الاقل. وزاها ما يكونش عاجبه الكلام وشايف ان التنفيذ بطيء جدا، لكن سونج يقول له في شخص ساعدنا جدا نشتغل بسرعه، ويكون الشخص ده يون جا سونج قائد البنائين. يكون زاها عارفه من حياته السابقه وانه بناء شاطر، ويكون اللي بعته هو زعيم حدادين التنين الفولاذي، ويكون سعيد بفكره الطائفه اللي زاها عاوز يعملها ويوافق ينضم له، لكن يطلب من زاها خدمه وانه عاوز يعمل مكان اقامه للبنائين جنب النزل، ويطلب من زاها انه يمدهم بالاكل مجانا. يوافق زاها على طلبه ويقول له بص يا يون انا لو اعجبت بعملك هخليك زعيم عشيره البنائين. ويمشي زاها ويسيبهم، واثناء تجوله في المدينه يقابل جيوم زعيم حدادين التنين الفولاذي ويشكره انه بعت يون ليه عشان يساعده في بناء النزل. وجيوم يقول لزاها انا معايا هديه ليك، اطلب اي سلاح نفسك فيه وهعمله. ويقبل بطلنا الهديه ويطلب سلاح عادي جدا يكون ما بيتحطمش ولا بيتني ومفيش سلاح يتفوق عليه. امال عادي جدا ايه، انت فاضل تطلب دبابه يا معلم. يوافق جيوم على طلبات بطلنا وزاها يسيبه عشان يكمل جولته. وهنا يوقفوا شخص ويقول له انت مالك نزل زاها؟ يقول لهم لا انا مجرد فتى مهمات فيه. يقول له استنى بس، انا رسول من اتحاد القط الاسود وعندي رساله ليك من سيد جناح العنقاء الذهبي وعاوز يقابلك. ويهدده الرسول ويقول له طالما بعت لك رسول بدل مختال الافضل ليك انك تلبي الدعوه. يكون بطلنا واخد العبيط ده على قد عقله ويقول له تمام حس كده انا لازم اقبل الدعوه، قول لي بس قابله فين وانا هبدل ملابسي واجيب حاجه في ايدي واجي. يقول له الرسول في كوخ في جبل دينج هو، ولو فكرت تهرب اتاكد انك تبعد لابعد مسافه ممكنه لانك لو اتمسكت هتودع الحياه. بيهدده تاني العبيط ده. انا مشفق عليه جدا ومشفق كمان على اللي ما عملش لايك ولا اشتراك في القناه عشان هيفوت الملخصات العظمه اللي جايه. ونروح لزاها ويكون بيتجهز عشان يقابل سيد جناح العنقاء الذهبي، ويكون سونج متعصب جدا ويقول له ده شخص مجنون ومختل وسفاح وانه هيجمع كل طائفه هاو عشان يروح معاه عشان يحاربه. زاها يقول له حرب ايه يا عم انت عاوز تقتل كل الشباب اللي في المدينه؟ انا هبقى كويس لوحدي ما تخافش. يقول له سونج انت مجنون لوحدك ازاي يعني؟ انت معتقد ان المجنون ده هيسيبك تعيش؟ اكيد هينتقم منك، على الاقل خليني انا اجي معاك. يحس زاها ان سونج بقى بني ادم. يقول له بجد يا سونج انت قلقان عليا وعاوز تيجي معايا للخطر ده كله؟ يقول له سونج بصراحه لا انا بقول اي كلام. يقول له زاها وانت امتى هتبطل عاداتك الوسخه دي؟ لكن سونج يقلع العبايه الخاصه بيه وتكون غاليه جدا عليه ويديها لزاها، ويتجه زاها للكوخ لمقابله قائد جناح العنقاء الذهبي، ويكون مستنيه قائد الجناح واسمه بان سا وونج. ويقول له الشخص اللي قاد زاها للمكان معايا صاحب النزل زاها. يسخر منه القائد ويقول صاحب نزل ايه، ده مجرد فتى مهمات. ويقول له انت عارف انا جبتك هنا ليه؟ انا جبتك هنا عشان بس اشوف مين اللي قدر يقضي على الاخوه تشو ويسيطر على النزل الخاص بيهم. ويكون متعصب جدا انه خد كل ممتلكات الاخوه تشو ويكون شايفه شخص جشع. يتجاهل زاها كلامه ويقعد قدامه ويحط رجل على رجل. يتعصب جدا قائد الجناح ويقول له مين اللي قال لك تقعد؟ زاها يقول له هو انا هحتاج منك انت اذن عشان اقعد؟ ويتعنطز قوي كده في القعده. ويضحك القائد ويقول له واضح انك مجنون لكنك مسلي. يقول زاها بعد ما تعابير وشه بتتبدل دلوقتي وقت اسئلتي انا، ليك الاختيار، هل عاوز تموت لوحدك ولا موتك انت واتباعك؟ يغضب جدا قائد جناح العنقاء الذهبي ويسحب سيفه وهو بيقول فتى مهمات وغد هيكون صعب اني اعفو عنك دلوقتي. ويبدا في شن هجوم سريع بالسيف على زاها، لكن زاها يتفادى الهجوم ويقابله بركله في صدره وتحدفه بعيد ويكون نزف داخليا ومش مصدق قوه زاها ولا هو ولا كل اتباعه اللي في المكان. وزاها يقول وهو واقف بهيبه وثقه وسط كل اعضاء جناح العنقاء انت تعفو عني؟ انا مش الشخص اللي بيحتاج عفوكم. زاها يستفز القائد الخايف والمصدوم، مالك اتثبت مكانك؟ انت كنت عمال تقول انك هتقتلني، ايه حصل لك ايه؟ الزعيم يقع في فخ زاها ويهجم عليه تاني، لكن زاها يتفادى كل هجماته بسهوله. وواضح جدا ان زاها بيستهزئ بيه ويقول لنفسه واضح ان اسياد الاجنحه في اتحاد القط الاسود عادمين المنفعه. يزهق زاها من القتال الممل ويقرر ينهيه بضربه واحده، فيلكم القائد في صدره ويفعل تقنيه كاي السيف، وبتلويحه واحده من سيفه يفصل رقبه القائد عن جسده. كل اتباع الجناح يكونوا في حاله ذهول، هما كانوا متوقعين ان القائد جايب زاها عشان يستهزأ بيه وياخد املاكه ويقتله، لكنه حصل عكس كده تماما وزاها قتله. ويكون كلهم خايفين يتقدموا وثابتين مكانهم. لكن الشخص اللي بلغه الرساله الصبح المرسول يقول له انت هتتعامل مع العواقب ازاي وهتتعامل ازاي مع طائفه القط الاسود؟ زاها يقول له مش شغلك ويطلب من كل اعضاء الجناح يركعوا له لما يعد ل3 واللي هيشوفه واقف هيحصل القائد بتاعهم. زاها يبدا يعد 1 2 3. في اللحظه دي ما يكونش فيه ولا شخص واقف في المكان. يقول له الرسول انت هتعفو عنه يا سيد زاها صح؟ يقول له زاها ايه اللي يخليني اعفو؟ يقول له طب ما احنا ركعنا لك زي ما طلبت، هو اي ذل وخلاص؟
ويكمل انت لو جيت تقتلنا فاحنا اكيد هنقاوم فملهاش لازمه. يعجب زها بقدره التفاوض اللي عنده ويساله عن اسمه، يقول له اسمي سيما بي. يقول زها لنفسه انا ما سمعتش عنه في حياتي السابقه، هل يمكن ان اتحاد القط الاسود قتلوا مع قائده لما اتهموهم بتهمه الفساد؟ ويكمل سيما احنا كنا ناويين ننضم للقائد في القتال لو كنت مساوي لقوته، لكن لما شفنا قوتك الحقيقيه كلنا خفنا وما قدرناش نهجم. يعجب زها كمان بمنطقيه والذكاء سيما ويقول له انا بحب الاذكياء اللي زيك، عشان كده انت مش هتموت، اما بقيه الاعضاء هيموتوا لانهم ببساطه ممكن يبلغوا الاتحاد وده هيسبب لي صداع في الوقت الحالي. لكن سيما يدافع عن اصحابه ويقول له طب لو هم اقسموا انهم يحفظوا السر برضه هتقتلهم؟ زها يقول له طب انا ايه اللي يضمنني انهم يحفظوا السر؟ يقول له سيما انت ممكن تثق فيا انا. زها يقول له لا طبعا، واضح انك كنت اليد اليمنى للقائد، هم لازم يموتوا وانت كمان لازم تموت معاهم، انا مش ضامنكم. يقول له سيما طب اسمع مني، طيب قبل ما تقتلنا الخزنه هنا مليانه فلوس القائد اختلسها وسرقها من النقابه، لو عرفت النقابه بده هتقتلنا احنا كمان عشان احنا سكتنا وما بلغناش، فده معناه اننا مستحيل نتواصل مع النقابه تحت اي شكل ونقول لهم على اللي حصل. يقتنع زها بكلام سيما ويوكله ان هو هيبقى المسؤول عن الموضوع ده. كده احنا خلصنا الجزء بتاع النهارده، وزي ما انتم شايفين انا بحاول اطول في الاجزاء على قد ما اقدر، لكن هو الوقت حاكمني للاسف يا شباب. وان شاء الله جدول قناتنا هيكون كالتالي: كل يومين في فيديو، وكل ما اخلص 3 فيديوهات من اي قسم بجمعهم مع بعض في الفيديو الاخير. اتمنى انكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتعملوا لي تعليق اسفل الفيديو. شكرا لوقتكم، مع السلامه، وما تنسوش صلوا على النبي.